سمي بخطاب الأوباش وخطاب الغضب. هذا ما فعله الحسن الثاني سنة 1984. بعد مظاهرات عارمة في مدن الشمال ومراكش، خرج الحسن الثاني بخطاب غاضب غير مسبوق، قال فيه بالدارجة: الأوباش اللي عايشين بالتهريب والسرقة، رجعتوا دراري غنخلي دار باباهم. وأضاف: الناس ديال الشمال عرفوا ولي العهد وأحسن ما يعرفوش الحسن الثاني. الملك اعتبر ما وقع مؤامرة، وقال: وقعت أحداث البيضاء عام 1981 ولم أقل إنها مؤامرة، لكن اليوم أقول إنها مؤامرة متعددة الأطراف. ووجه أصابع الاتهام إلى 3 جهات: الماركسيين بسبب منشور ثوري وزع بمراكش، المخابرات الصهيونية لأنها أرادت إفشال المؤتمر الإسلامي بالدار البيضاء، إيران التي وصف مؤتمر القمة بقمة التآمر والجهل. ثم فجأة قال الملك: الزيادات لن تكون. خطاب فيه تهديد واتهام واعتراف، لكن السؤال يبقى: هل كانت فعلا مؤامرة أم مجرد صرخة شعب جائع قوبلت بالغضب؟